لربما ظن بعض الناس أن أهل السنة حينما يقررون هذه العقيدة الجلية الواضحة التي تواردوا عليها في عامة كتب الاعتقاد، أن هذا كان منهم نتيجة ضغوط أو دوافع سياسية أو لرغبة أو لرهبة أو ما شاكل ذلك، والله إن الأمر ليس كذلك، إنما هذا هو مقتضى العلم، وهذا هو مقتضى الفقه، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. المقصود أن أهل السنة في هذا الباب وسط بين طرفين خاطئين، طرف غلا حتى لربما وقع في أمر عظيم، فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ولربما وقع بعض أهل هذا الطرف فيما دون ذلك من الموافقة والمتابعة والإعانة على المنكرات التي تحصل من الولاة، وهذا لا شك أنه منكر لا يجوز. وقد سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا هو الملام وهذا هو المذموم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره، وهو حديث مشهور رواه 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة: إنه سيكون عليكم أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. هذا طرف مذموم. والطرف المذموم المقابل هو من تكلمنا عنه قبل قليل، وهم الذين يزعمون حماسة دينية وهي حماسة غير منضبطة أخطأت الطريق. يزعمون أنهم يريدون إنكار المنكرات وإزالة الظلم وتحقيق الحرية والعدالة، هكذا يزعمون، فيسلون السيف ويخرجون على الولاة وحدث ولا حرج عما يكون من ثمرات مرة تنتج بعد ذلك. والوسط طريقة أهل السنة والجماعة، يبرؤون إلى الله من المنكرات ويكرهونها في أنفسهم، وإن استطاعوا المناصحة للولاة والإنكار عليهم بما لا يترتب عليه منكر أعظم فإنهم يبذلون ذلك ولا يترددون، ويكثرون من النصيحة ويكثرون من الدعاء ويصبرون على ما ينزل. هذه هي طريقتهم وهذا منهجهم، وهذا هو المستفاد من الأدلة، وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، والله المستعان. نعم.